السلام عليكم إخوان، باختصار شديد جدا. دعاء عندها انفصام في الشخصية، ودعاء نرجسية. انفصام في الشخصية تقول شيء وبعدها تغير كلامها، تقول لا أنا ما قلت كده وما قلت كده وما قلت كده. تاني شيء نرجسية، تتلذذ برؤية دموع الآخرين، وتتلذذ بالمشاكل وتبحث عن المشاكل. فليش أنا أروح أذكر شخص ثاني بعلاقة كان فيها مع واحد ثاني، أقول له نيكولا أنتي وكنتي يا بنت الحال، أنتي وش دخلك فيها؟ شوف صراحة، والله العظيم هذه المخلوقة ما تعرف لها إلا ذكية. عطت لأمها، عطتها مخدتين على الوش، وعطتها ضربة على الراس. تستحق، والله تستحق وبجدارة. لأنه أنا أقول الحق ولو كان يعني الحق في أهلي وفي ناسي. أقول الحقيقة مباشرة. ثانيا، الشخص اللي انصدمت فيه هو مراد داحش راسه مع النسوان. يعني أي شخص بهذا العالم تشوفه عم يصرخ على مرة، أو يتعاير مع مرة، أو يرد الكلام على مرة، فاعرفوا في شيء غريب. والله انصدمت منه صراحة هذه السنة. يعني رايح عند الدعاء وقاعد يستفزون في صفاء. يا أخي أنت رجال. تعرف ما معنى رجال؟ شهامة، رجولة، قوة. البنت بنت، تبقى بنت مهما سوت. يعني ولو تسبك البنت مهما سوت، إلا البنت الحاجة الوحيدة أو الشيء الوحيد اللي راح ترد فيه على البنت إذا مدت إيدها عليك. إذا البنت مدت إيدها عليك، يعني الآن مد إيدها عليك أنت كمان، الرد بالرد. لكن أنت كرجال قاعد يعني داحش راسك بين النسوان، وقاعد يعني تتلج مع الكلام بالنساء. عيب، والله عيب، قسما بالله عيب. يا أخي هذا حسين وشو اسمه هذاك التونسي، ولؤي وأدهم، وفي واحد تاني تونسي، والله يعني رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حتى إذا رأوا مشكل بين البنات يحلوه أو يبعدوا، وحدة هون والأخرى هون. كما فعل، نسيت أيمن لما ناض المشكل تبع صفاء، هز صفاء وخرجها لبرا عشان تستريح. ما ناض يعني دافع عنها ما والو، لأنه عارف القضية قضية بنات لبنات. أنا كرجال ما أدحش نفسي وسط النسوان، لأنه أنت رجال. أتمنى تكون الرسالة وصلت لكم انتو الفانز. أما الشيء الآخر فلا حول ولا قوة إلا بالله. أتمنى تكون الرسالة وصلت لكم انتو، لأنه انتو اللي تدافعون على الشخصيات، وانتو اللي بتسوون العبيط والهبيط على كل شخصية في قسم ونصيب. أتمنى أن تحطوا لايك وشير وتشتركوا بالقناة، وشكرا.